2025 والسنة الجديدة داخل علينا برجليها اليمين. أفلام ومسلسلات شكلها مشرق وممتع. ابتدينا بالبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ودلوقتي بنتكلم مع بعض عن مسلسل سراب، واللي شكله كده بعد عرض أول 3 حلقات منه إنه مختلف ومتميز جدا. بس قبل ما نتكلم مع بعض عن أي تفاصيل تخص المسلسل، اوعى بقى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناة عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بنعملها، وعشان تساعدني أكبر، لأن أنا مش أكبر غير بيك أنت وبدعمك أنت. ومن كل قلبي شكرا لكل الناس اللي اشتركت في القناة، احنا عمالين نكبر بيكم وهنكبر ليكم. ويا مساء الفل عليكم في قناتكم قناة ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم دلوقتي حالا عن مراجعة اول 3 حلقات من مسلسل سراب. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. مسلسلنا من بطولة النجم صاحب الكاريزما الأعلى خالد النبوي، وبتشاركوا في البطولة الفنانة الجميلة يسرا اللوزي، وكمان معانا هاني عادل وأحمد وفيق ومحمد الكيلاني، ومعانا برضه في البطولة النسائية جيهان الشماشرجي ونجلاء بدر. والمسلسل من تأليف هشام هلال، أما الإخراج لأحمد خالد. والمسلسل مقتبس من المسلسل الأسترالي 7 Types of Ambiguity، اللي هو يعني ترجمته 7 أنواع من الغموض، احنا اختصرناهم من حلاوة اللغة العربية في كلمة واحدة: سراب. المسلسل الاساسي كان مكون من 6 حلقات، اما المسلسل بتاعنا اللي اسمه سراب مكون من 10 حلقات. وتعالوا بقى على طول نتكلم عن تفاصيل القصه. بتدور احداث القصه حوالين طارق، الراجل اللي شغال في البورصه وعايش عيشه كويسه جدا، لكن في يوم وهو رايح بيستلم ابنه من المدرسه بيتفاجئ ان ابنه مش موجود، وانه مشي مع حد غريب، يعني بالبلدي كده ابنه اتخطف. واثناء التحقيق والبحث عن الطفل بنكتشف مفاجآت كتير جدا، والاكتشافات دي بتلخبط الترتيبات والورق بتاع طارق تماما، لانه بيعرف حاجات ما كانش يعرفها قبل كده عن مراته وعن اصدقائه وعن كل اللي حواليه. ومن الحاجات اللطيفه معانا في المسلسل ان كل حلقه بتتكلم من منظور شخصيه مختلفه. يعني الحلقه الاولى بنتكلم من منظور طارق، بنشوف كل حاجه بعينين طارق وبستايل طارق وباسلوب طارق، وبمعنى اصح بنتعرف على شخصيات اكتر في كل حلقه. وتعالوا بقى على طول نتكلم عن ايجابيات وسلبيات المسلسل. اول ايجابيه معانا في المسلسل بتظهر اول ما بشغل الحلقه. التتر يا جماعه معمول بطريقه احترافيه وفنيه حلوه قوي، مش مجرد كادرات ومشاهد من المسلسل وبنرص عليها اسماء وخلاص، لا ده عمل فني او سكتش صغير معبر عن احداث المسلسل. واللي عايز اقوله لك ان انا بنيت صوره مصغره جوه دماغي وانا بتفرج على التتر عن احداث المسلسل، وكل حلقه الصوره دي بتوضح اكتر واكتر. ركزوا كده في التتر وانتوا هتفهموا قصدي. انا بحب النوعيه دي جدا من التترات اللي فيها تمثيل، اللي فيها اداء. حرفيا التتر سكتش صغير بيلخص العمل كله. وتاني ايجابيه معايا في المسلسل هي توافر عدد كبير من عناصر الغموض جوه المسلسل، بتخليك وانت قاعد بتتفرج مش عارف دوافع كل شخصيه، وبتبتدي واحده واحده تفكر في تفاصيل كل شخصيه ودوافعها وترابطهم مع بعض وعلاقتهم. يعني من اول حلقه كده بدات تسال نفسك اسئله كتير قوي. هل طارق ومراته اللي هم خالد النبوي ويسرا اللوزي بيحبوا بعض من زمان؟ هل هم قصه حب؟ هل هو جواز مصلحه؟ هل هو جواز سوري عشان هي شكلها حلو يبقى واجهه قدام المجتمع اللي هو عايش فيه؟ تفاصيل كتير كده واسئله تقعد تيجي في دماغك طول ما انت عمال تتفرج، وبتزيد معاك كل حلقه. والايجابيه اللي معايا بعد كده هي ان المسلسل قدر يلمس حاجه جوايا، وانا دلوقتي بتكلم عن اول حلقه بالاخص لما ابن طارق اختفى. احساس وشعور ما اتمنهوش لاي اب في الدنيا. والحقيقه خالد النبوي قدر يوصل لي كل مشاعر الخوف وكل مشاعر الخضه بمنتهى الاحترافيه، رغم ان هو شخص مرموق وليه مكانته في المجتمع، الا انه اب وكان مرعوب فعلا على ابنه. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بيخليني عمال اسال نفسي 100 سؤال، وكل حلقه الاسئله دي بتزيد وبتكتر. والحقيقه ان الموسيقى التصويريه المستخدمه في التتر او في اول 3 حلقات هي كويسه جدا وماشيه مع الاحداث، قادره توصل لي مشاعر الغموض والترقب، ودي حاجه برضو تحسب للمسلسل. والايجابيه اللي قبل الاخيره اللي هتكلم عليها معاكم هي حلاوه الصوره. اول حلقه خارجه شيك قوي والالوان جميله والكادرات ممتعه، كل حاجه تخص الاخراج والتصوير والكادرات والتلوين كانت حلوه قوي قوي في اول 3 حلقات. وبالنسبه للاداء التمثيلي في ممثلين متميزين جدا زي خالد النبوي، وبالمناسبه يسرا اللوزي عجبني ادائها جدا، اما في ناس تانية ما عجبونيش قوي، وده هينقلنا على طول للسلبيات. وبما اننا كنا بنتكلم عن الاداء التمثيلي فتعالوا نكمل في نفس اللاين بتاعنا. اول واحد مش عاجبني او مش معلم معايا لسه هو هاني عادل، رغم ان هو دوره مهم جدا، لكن الستايل والمدرسه اللي شغال بيها مش ماشيه مع الاحداث. من وجهه نظري انها محتاجه تتطور اكتر. مش هقدر احكم عليه حكم نهائي الا بعد ال10 حلقات ما يخلصوا. تاني حد ما عجبنيش وللاسف الشديد هي جيهان الشماشرجي. ليها مشهد مع مامتها في الحلقه الثالثه انا كنت مستني منها اداء احلى من كده بكتير. وزي ما قلت لكم قبل كده اكتر حاجه انا ما بحبهاش هي التباكي، لانه بيكون مفضوح جدا وواضح جدا ان انت بتتباكى، وشك وعينيك مش باين عليهم ولا دموع ولا التاثر. لكن عشان ما اظلمش جيهان الشماشرجي غير كده هي ادائها
كان موفق. انا قدرت احس كتير من مشاعرها، ازاي هي بتحبه وازاي هي مقهوره، وتفاصيل كتير كده جوه شخصيتها. تاني سلبيه معايا هي برضو في الاخراج اللي انا شكرت فيه في الايجابيات. انا عارف ان المسلسل مقتبس، بس مش معنى ان هو مقتبس ان احنا كمان نقتبس الكادرات بالملي. حرفيا في شطات متاخده بنفس التفاصيل بتاعتها، ودي حاجه ما تبسطنيش ولا تعجبني. مش معنى ان الفكره مقتبسه ان احنا كمان نقتبس الكادرات ونقتبس الاخراج. لا يا جماعه، عيب قوي ان احنا نوصل للمرحله دي. خد الفكره وخد الريفرنس واشتغل عليها، لكن ما تسرقش الشوت. المخرج لازم يكون ليه رؤيه وفكره وبصمه مختلفه. اخر سلبيه معايا، وهي مش سلبيه صريحه، هو تخوف اكثر منه ان هو سلبيه، ان المسلسل الاصلي الاوريجينال 6 حلقات. انت ليه بتعمله في 10 حلقات؟ هل لما انت جيت تمصره لقيت ان الموضوع في مصر هيحتاج مننا 10 حلقات؟ ده اللي هنعرفه بعد المسلسل ما يخلص. وباذن الله هيكون لنا لقاء تاني بعد المسلسل ما يخلص عشان نقيمه ونتكلم عنه كتوتال، كعمل فني كامل متكامل. لان انا دلوقتي قيمت واتكلمت عن اول 3 حلقات وبس. ولحد هنا وما عنديش اي حاجه تانية اقولها. لو عجبتك الحلقه اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. شكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.